السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم جيت نشارك معكم اقتراح جديد وصراحه اللي كيجي اكثر من رائع. غريبه، ما غاديش نقول لكم كوكيز، كتجي تقريبا بحال كوكيز بلا زبده وبيضه واحده فقط. ما بغيتش نقول لكم حلوه ديال 10 دقائق، صراحه كتوجد في اقل من 10 دقائق، سهله مهله بمكونات اقتصاديه. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركه الله غادي نبداو بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت كيف ديما. غادي ناخذ واحد البيضه تكون حراره المطبخ، وغادي نطربوها مع واحد نص كاس ديال سنيده. كي قلت لكم هاد الحليوه هادي راه جد اقتصاديه، مقاديرها جد بساط، ما غاديش تاخذ معكم بزاف ديال المقادير، وحتى الوقت ما غاديش تاخذ معكم بزاف ديال الوقت، غير كتوجد. غادي نكهو بالفاني، نتوما نكهو بداكشي اللي متوفر عندكم واللي بغيتو بالطبع. غادي نطربوا السكر سنيده مع البيض حتى يتجانسوا لينا ويولي الخليط تقريبا بحال الكريمه، يولي ابيض. غادي نطربوا حتى تولي لنا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نزيد واحد شويه ديال الملح، انا هنايا نسيتها، نتوما ضيفوها من الاول. وغادي نضيفو كذلك واحد نص كاس ديال الزيت. الا متوفره عندكم زبده حيوانيه، ذوبوا واحد نص كاس ديال الزبده وضيفوه الخليط، راه كيجي رائع، كتجي فيه واحد اللذه خطيره. حتى بالزيت كتجي مزيانه، ولكن صراحه بالزبده كتجي احسن واحسن. غادي نطربوا الكل جيدا حتى يتجانس لينا الزيت مع باقي المكونات. ونحصلوا نخصلوا ونحصلوا على خليط يكون بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه هنايا البنات. غادي نضيفوا واحد الكاس ديال المايزينا، وهذا هو المكون اللي كيخلي فيها واحد الطراوه من الداخل، كتجي معلكه من الداخل ومقرمشه من على برا. غادي نحركوا غير بشويه بشويه. نتوما كتعرفوا المايزينا كتبدا كطير، الا ضغطتي عليها غير شويه كتبدا كطير. وغادي نضيفوا كذلك واحد الخماره ونص، تقريبا واحد الخماره ومعلقه، معلقه صغيره كيف موضح في الفيديو. غادي نضيفوا كذلك واحد تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو. البنات الا كان عندكم كاكاو بنوعيه جيده، ما كانش عندكم ديروا 2 ساشيات، كان احسن من الكاكاو ديال العبار. وغادي نضيفوا كذلك واحد نص كاس ديال الدقيق، يكون بالطبع مغربل من قبل. انا هنايا درت كاس، ولكن غير نص كاس اللي استعملت، ما كاملش كاس. استعملنا كاس ديال مايزينا اللي هي نشا، و2 معالق كبار ديال الكاكاو، يعني تقريبا غادي نص كاس اللي هي كاس ونص، وزدنا نص كاس اخر ديال الدقيق. هادشي اللي زدت معنا. الخليط البنات كيكون على هذا الشكل هذا، ما كيكونش طري بزاف، كيكون تقريبا كيلصق واحد شويه في اليدين باش تجيكم ناجحه. وغادي نشكلوها على هذا الشكل هذا. غريبه، انا درتهم كبار شويه هنايا وراه مازال كيتنفخوا. وانتم شكلوها على الحجم اللي بغيتو كميه اكثر من هذه دبلوا المقادير. نتوما شفتوا ان المقادير ما فيهمش شي حاجه كثيره، يعني بساط بزاف. جربوها، ما غاديش تندموا عليها، لا لوليداتكم ولا الكوتي هكا العشيه، ولا حتى سجلوها عندكم المناسبات الاعياد. كتجي زوينه وسهله واقتصاديه وكتنجح 100%. فقط تبعوا المقادير من الاول حتى الاخر.
وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. غادي نكونوا مسخنين الفرن على درجه تكون عاليه من قبل، وغادي ندخلوها للفرن، نحطوها الفوق حتى تشقق لينا وننزلوها لتحت تحمر من التحت. ما غاديش تاخذ بزاف ديال الوقت. صراحه انا كنلقاها طابت وتشقات من الفوق وطابت من التحت في نفس الوقت. عندي الفرن ديال الضو كنشعلو من الفوق ومن التحت، وكتجي على هذا الشكل هذا اخواتي، كتجي زوينه بزاف. واحد الريحه طالعه من الفران اللي صراحه بنينه. غير عافاكم ملي تخرج من الفران ما تهزوهاش ديك الساعه، عطيوها شويه ديال الوقت حتى تشد في راسها، عاد حيدوها من الطاوه. كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه وكتجي ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها، ما غاديش تندموا. وحتى لهنايا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، وشكرا بزاف على الناس اللي كملوا الفيديو حتى الاخر. ما تنسونيش من لي لايك. الله يجازيكم بخير وواحد المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.